فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. سورة النوح. ومن فوائد الاستغفار العظيم النجاة من النار والفوز في الدار الأبرار في درجاتها العالية ومنازلها الكريمة. فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم النساء بالوصية لنجاتهن من النار فقال: يا معشر النساء تصدقن وأكثرن من الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. رواه مسلم. من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وعن عبد الله ابن البصر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: توبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. هناك ألفاظ بالاستغفار وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي للمسلم أن يقولها، منها أن يقول أستغفر الله، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وقوله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ومنها سيد الاستغفار. فعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وأقم الصلاة.